السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة، وصفة من الوصفات السهلة والمميزة، ان شاء الله تعجبك. يا ريت قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في فيديو النهاردة. هنعمل بسبوسة الجلاكسي. اول حاجة معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الخل. هنا في الوصفة دي من غير ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة، هتعمليها سهلة وبسيطة، مش تاخد اي وقت ولا اي مجهود. وهسيب لك كل المكونات في صندوق الوصف. معايا بيضتين حطيت عليهم نص معلقه صغيره من الخل، وعليهم طبعا الفانيليا، 2 باكت من الفانيليا اهو، 3/4 كوبايه من السكر، ربع كوبايه من جوز الهند، ربع كوبايه من الزيت النباتي العادي خالص. هنا علبه من القشطه، علبه عاديه خالص من القشطه، لو ما عندكيش او مش متوفر ممكن تاخدي من على وش اللبن وتحطي يعني حوالي 3/4 كوبايه كده من القشطه. لو مش متوفر كده او كده هتزودي في كميه الزيت وتعملي 3/4 كوبايه من الزيت لو مش متوفر عندك القشطه. معايا هنا كوبايه ونص من دقيق السمولينا او السميد اللي هو بيتباع بالكيلو. يا ريت اللي هو بيتباع بالكيلو، ما ينفعش خالص اللي انت بتشتريه عليه جوز الهند اللي هو في الاكياس اللي بيتباع، لا هنجيب اللي هو بالكيلو ومش غالي خالص. معايا هنا كيس من البيكنج باودر اللي هو محسن الكيك، ومعايا معلقه كبيره من الكاكاو، ومعلقه صغيره من النسكافيه بتعادل طعم الكاكاو وبتخليه طعمه مميز. لو مش موجوده مفيش مشكله. نبدا مع بعض كده بسم الله. اول حاجه حطيت البيض واحط عليه الفانيليا، ونحط السكر، ونبدا نخلطهم كده كويس مع بعض. ننزل بقى بالقشطه بتاعتي عشان تسهل تخلطيها كويس اهي. بعد كده بننزل بالزيت، طبعا نخلطهم كده كويس مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. بدأ السكر يدوب، ننزل بقى بالكاكاو والنسكافيه، وننزل بجوز الهند. طبعا دي السميد، اي حاجه فيها بسبوسه او سميد ما بتتخلطش يعني جامد او بنتك عليه عشان بتبدا تنشف اي كيكه معاكي. عشان كده هنخليه هو اخر مرحله خالص، مش هنحط معاه اي خطوات. نحط بقى البيكنج باودر برضو، بعد ما بتخلطي كل حاجه نبدا بقى نحط السميد بتاعنا دوت اخر مرحله خالص، عشان خاطر زي ما قلنا ما بيحتاجش عجن كتير، يا دوب بس بتخلطيه وبتعمليه في الخليط بتاعك يختلط مع الخليط وخلاص على كده. الوصفات السهله والبسيطه وان شاء الله هتعجبك جدا، مميزه وطعمها جميل جدا اهوت. تبدأ بقى تخلطي كله كده. زي ما قلنا مش هنخلط جامد عشان طبعا ما تنشفش معانا. نبدا بقى ننزل في الصينيه بتاعتي، اي صينيه موجوده عندك. لو انت حابه حجمها يبقى عالي زي الكيكه بتصغري الصينيه، حابه حجمها يبقى رفيع كده زي البسبوسه بتكبري حجم الصينيه. هنا دهنتها بدهنه من الزيت او بالزبده، وحطيت رشه من دقيق السميد برضو تحت اهيت عشان تطلعيها معاكي بكل سهوله. الفرن شغال على درجه حراره 180، بتاخدش اكتر من يعني حوالي من 20 ل 25 دقيقه. بعد 20 دقيقه بتبداي تفتحي الفرن عليها وتختبريها، لو حسيت انها لسه شويه بتحطيها 5 دقايق كمان، وبعد كده بتطلعيها. هنبدا بقى نحطها اهي. والفرن شغال قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه، لازم يكون الفرن سخن كويس. وبعد كده بتخليه على درجه حراره 180، وزي ما قلنا هتاخد معاكي من 20 ل 25 دقيقه. ونرجع وهي سخنه على طول
هي سخنة جدا كمان. هنبدأ بقى نشوف هنشكلها ازاي. زي ما احنا شايفين، وزي ما احنا شايفين ادي البسبوسه طلعت معايا من الفرن اهو. شايفين المسام بتاعتها وطريه جدا وهشه، وهي سخنه على طول، ما بتستنيش. معايا نص كوبايه او ربع كوبايه من الحليب المكثف المحلى، عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وتبداي تنزلي عليها وهي سخنه. ممكن تزودي كميه الحليب المكثف، بس احنا ايه مش عايزينها تبقى مسكره زياده عن اللزوم. دي بقى تتشربوا اهوت زي ما احنا شايفين، اتشربتها على طول اهوت. بعد كده هنا بقى ممكن تسيبها تبرد، وبعد كده تبشري شوكولاته جلاكسي اهيت على الوش، وممكن تحطي شوكولاته خام مفيش اي مشكله، بس عشان من اسمها سموها كده فانا حبيت ان انا احط. ممكن تكتفي بواحده على حسب امكانيات كل فرد زي ما قلنا. هنا اهوت هنبدا بقى نبشرها. تحيها برضو على حمام ميه وتحطيها سايحه. انا حبيت ابشرها وهي سخنه كده. هعمل قطعه يعني هبشر واحده عشان تسيح وهي سخنه معاها اهوت، والتانيه هستنى لحد ما تبرد شويه وبعد كده ايه هزين بيها. سيبها بقى لحد ما تبرد، وبعد كده هكمل كميه الشوكولاته وندمها مع بعض واوريكم ممكن تقديمه طريقه التقديم تبقى شكلها عامل ازاي. هرجع لكم بعد ما تبرد شويه كده وبعد كده ندمها مع بعض. وزي ما احنا شايفين ادي الكيكه بتاعتي بعد ما بردت شويه بقى نبدا نرش عليها كده اهوت زي ما احنا شايفين اهوت. بشرت بقيه الشوكولاته، يعني ممكن تكتفي بواحده بس شوكولاته هتكفي الكيكه كلها اهي عشان ما تبقاش مكلفه اهي زي ما احنا شايفين. طريقه التقديم بقى ممكن ان انت تقدميها قطعه كده عادي في الاطباق عادي، وممكن ان انت تعملي زي ما هعمل كده. هتجيبي ورق الكب كيك اهوت، طبعا الشوكولاته اهي، هتحطي كل قطعه في ورقه كب كيك بس كنوع من التقديم لو عندك مناسبه او لو عندك عيد ميلاد او اي حاجه. هتبداي تقدمي القطعه كده اهي. شيلي بقى بالراحه كده، هي دايبه اصلا وهشه جدا اهي. كل قطعه على قد الكب كيك زي ما احنا شايفين كده اهي. شايفين شكلها جميل جدا. نبدا بقى تقدمي القطع كده. نعمل واحده كمان ممكن تشكلي بقى في الوان الورق كده زي ما احنا شايفين. دي علبه مليانه اهيت، فيها حوالي 100 ورقه او اكتر، ب8 جنيه ونص. مش غاليه ولا حاجه، بتكفي كتير جدا في اعياد ميلاد في اي مناسبه. هتبداي تشكلي اهو زي ما احنا شايفين. هعمل معاكم لون تاني ونقدمها بقى مع بعض اهي. طعمها بصراحه وريحتها يعني مش عايزه اقول ماليه المكان. طعمها اصلا من غير شوكولاته بالحليب المكثف بس كده، طعمها مميز جدا وجميله. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك اهو زي ما احنا شايفين اهيت. تبدا بقى تقدميها كده في الكب كيك اهيت. ممكن ترشي كمان رشه شوكولاته كده على الوش كمان زي ما احنا شايفين اهوت. وهنا برضو حط قطعه شوكولاته كده مع كل واحده اهو زي ما احنا شايفين. جميله جدا ومميزه بصراحه، هتعجبك ان شاء الله. هتجربي الوصفه وتقولي لي رايك في التعليقات، ولو حابه اي وصفه من الوصفات يا ريت تكتبي لي نعملها ان شاء الله مع بعض. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.